مانشستر سيتي. طلع مودي سمير، ينزل موجيتشا، تسويق موجيتشا، بس مش ممكن وضربة جزاء. بسيوني، شوف بسيوني في اللقطة اللي فاتت دي هنشوف في لمسة اليد، لأن بسيوني شاف شيء أمام، لكن في امتياز لبسيوني في اللقطة دي. متأكد من ضربة الجزاء. محمود بيتكلم الامتياز فين لبسيوني في اللقطة دي؟ إن بسيوني ادى الأدفانتج. البعض يقول لك إن ضربة الجزاء ما فيهاش أدفانتج، وهو أمر غير صحيح، كان في الماضي. لكن هو بص بسيوني هنا، ركز مع بسيوني، شوف ظبط هنا لمسة اليد، ادي لمسة اليد ظبطها هنا لكن ما صفرش، استنى لما لقى الشام يلعبها وطلعت الكرة ضربة مرمى على طول يرجع ويدي قراره، يدي ضربة جزاء للمصري البورسعيدي، لأن الكرة بتقدير بسيوني كان ممكن شوف كان ممكن الشام يحطها في المرمى مبقاش في ضربة جزاء، لكن محمود بسيوني بيقظة وأمر يحسب له تماما. تفاصيل بسيطة بنشرحها لحضراتكم ونعيش حضراتكم ماذا يدور بخلد حكم اللقاء محمود بسيوني في اللقطة الماضية. يحتسب